وكنت أول مرة أشوف حاجة من حاجات الراجل، بس المرة دي الحاجة كانت ملفتة للنظر. دراعي كده. وعملنا في اليوم ده إحنا الثلاثة. واتبسطت قوي. ما كانش قادر يمسك نفسه. هو كان قاسي وتعبني قوي في اليوم ده. وراحت مسكاني كده من منطقة. قلت لها: الله، إيه اللي أنتي بتعمليه؟ قالت لي: لا، أنتي لازم تتعودي. قال لها: وأنا لسه شفت حاجة. خليها تطلع أوضة النوم وتوريني نفسها. جسمي سخن أكتر وأكتر. قلت: الله، ده أنا كده وقعت. الراجل ده شكله كده هيموتنا النهاردة. وقال لي: يلا بقى يا شاطرة، اتعاملي ووريني هتعملي إيه. لقيت حاجة كده كانت جامدة قوي. الحجم كان كبير ومش قادرة أوصف لكم. أنا برقت بعيني، كنت أول مرة أجرب حاجة زي كده بالحجم ده. قلت: ده أنا النهاردة هيحصلي حاجة. المكان ده كان فيه 4 شباب وإحنا الاتنين. أهلا بيكم في قناة جوري ستوريز. القصة النهاردة فيها كل حاجة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك علشان نوصل ل10,000 متابع قبل نهاية الشهر. يلا بينا نبدأ. صاحبة القصة بتقول: جوزي مات وساب لي طفلين، وبشتغل مدرسة بمرتب يا دوبك زي ما انتم عارفين. وفي لحظة كده وأنا ماشية، بالصدفة شفت صاحبتي مع المدرس في معمل من معامل المدرسة. وساعتها جسمي كان يجنن. حصلت لي حاجات كده، يعني حاجات حلوة. وكنت أول مرة أشوف حاجة من حاجات الراجل، بس المرة دي الحاجة كانت ملفتة للنظر. المهم، المعمل ده كان فيه دور كده، والمدرسة دي صاحبتي الروح بالروح. بس أنا عارفة يعني إن الكل بيتكلم عليها، عشان بيقولوا إنها ماشية مش بطال. لحد ما شفتهم مع بعض، بصراحة وقفت شوية، اتصنت عليهم ونزلت بسرعة. من ساعتها الموقف ده مش عايز يروح من بالي. والموضوع عدى واليوم عدى. رحت البيت، وكانوا ولادي لسه مرجعوش. يعني كانوا بيطلعوا ياخدوا دروس بعد المدرسة. وأنا دخلت علشان أخد الشاور بتاعي. مخبيش عليك، وقت الشاور ما قدرتش أمسك روحي. تخيلت كل حاجة، كل حاجة شفتها مع صاحبتي والمدرس ده. اتبسطت قوي في الوقت ده. قعدت ساعة في الحمام، في البانيو طبعا. انتم فاهمين بقى اللي بيحصل. خرجت وانا خلاص، رجليا مش شايلاني. اترميت على السرير وانا لسه بالفوطة حوالين جسمي، لحد ما فقت. واولادي بيقولوا لي: انت نايمة كل ده ومفيش غدا؟ قمت بسرعة على المطبخ حضرت. ودي لغاية ما جت صاحبتي هند دي، اللي انا شفتها. صاحبتي جدا، وهي الوحيدة اللي انا بكلمها يعتبر، لانها هي اللي وقفت جنبي. طيبة وودعة، وانا بحبها. بغض النظر بقى عن اللي بيقولوه إنها يعني مش كويسة أو ماشية غلط. اتصلت عليا وقالت إنها جاية تشرب معايا الشاي، وقعدت تقولي: مالك بقى؟ إيه الحكاية؟ هي طيبة زي ما قلت لكم وحنينة. قلت لها: بقولك إيه، بصراحة كده، أنا شفتك أنتي والأستاذ. قالت لي: الله، شفتياني؟ ما كانش قادر يمسك نفسه. وقلت له: بلاش بلاش في المدرسة، في حد شافنا؟ قلت لها: لا أنا بس. ليه؟ هو أنتي يعني بتعملي الحاجات دي؟ قالت لي: بقولك إيه، أنتي فاكرة يعني مرتب المدرسة ده هو اللي بيمشي الحياة؟ قلت لها: هيخرب بيتك، انتي بتعملي كده؟ قالت لي: ايوه، ايه المشكله يعني؟ قلت لها: طب وايه اللي جبرك بقى على المدرسه وكده؟ قالت: المدرسه دي ستاره، علشان ما يقولوش بتجيب الفلوس منين وكده. لكن انا بشتغل. ولا الموضوع عجبك؟ قلت لها: بصراحه كنت اول مره اشوف حاجه من حاجات الراجل، بس المره دي الحاجه كانت ملفته للنظر. قالت لي: ايوه، هو كان قاسي وتعبني قوي في اليوم ده. بقولك ايه، بكرة بعد المدرسة أنا عايزاكي. إيه رأيك تشتغلي معايا؟ وهديكي فلوس كتير قوي. قلت لها: بصراحة أنا جسمي كله ما عادش قادر من كتر ما أنا شفت المنظر ده، مش عايز يروح من بالي. انتي عارفة، أنا جوزي ميت بقاله سنين، يعني محرومة. قالت لي: خلاص بكرة يا ست، تجيلي وأنا هعيشك ليلة ما شفتيهاش قبل كده، وكمان هديكي فلوس كتير كتير قوي. طبعا جسمي سخن أكتر وأكتر. نمت، وأنا نايمة بحلم باللي هيحصل. خلصنا المدرسة في تاني يوم، رحت البيت، حضرت لأولادي الغدا وقلت لهم إن أنا هنزل عند صاحبتي بالليل، وعتمان اتفق عندها كله، وذاكروا وناموا. وفعلا رحت لها ودخلتني الأوضة. قلت لها: بس أنا معرفش أعمل أي حاجة، أنا فعلا معرفش ومليش في الحاجات دي. قالت لي: ليه؟ أنا هعلمك كل حاجة. أول حاجة إن أنتي ما تبقيش مكسوفة. الراجل اللي بيجي هنا ما يبقاش عايز واحدة مكسوفة. هو مخنوق من مراته ومن الناس اللي بتتكسف. عايزاكي تبقي جريئة على الآخر. وراحت فتحت الدولاب وجابت قميص.
أنا كنت مكسوفة وأنا بلبسه. وبعدها عملت لي شعري وقالت لي ده أنتِ أمورة قوي، ده أنتِ جسمك أحلى من جسمي. وفعلا كنت أول مرة أشوف نفسي، فعلا جسمي حلو وملفوف ومليانة من قدام والرجالة كلها بتحبها. وبعدها جرس الباب رن. توترت. قالت لي لا اهدي، أنا عايزاكي تبقي جريئة. وقفت ورا الباب كده مغطية عشان أبص عليه، ولقيتها جت لي وقالت لي مستعدة. قلت لها أنا قلقانة قوي. قالت لي لا، أنا عايزاكي النهاردة تبقي أستاذة. أنا عرفتك شوية حاجات، وكمان أنت حلوة، خلي الكل يتجنن عليك، خليكي كده تجنني كل اللي يشوفك. وفعلا خرجت وأنا محرجة. لقيته شاب مش كبير، بس الإمكانيات عنده عالية قوي. بيقول إيه الجمال ده؟ صاحبتك حلوة قوي، أنت ما قلتليش إن عندك واحدة حلوة قوي كده. واتعاملنا في اليوم ده إحنا التلاتة، واتبسطت قوي، ما كنتش متوقعة إني هتبسط كده. إحنا التلاتة في اليوم ده. هو كان مبسوط وقال لها أنا هجيلك تاني، صاحبتك دي دخلت مزاجي. وامشي. وقالت لي يلا ابهجي بقى، هيجيلك شغل كل شوية، الموضوع شكله عجبك. بصراحة عجبني قوي. وراحت مطلعة 2000 جنيه. قالت لي بصي، الفلوس دي أنا هديها لك عشان تجيبي أكل لأولادك. أنا عارفة إن ظروفك صعبة وعندك يعني فلوس وسط وحاجات. خدي الفلوس دي، بس بعد كده الفلوس هتتقسم مناصفة بيني وبينك. قلت لها ماشي مفيش مشكلة. وقالت لي كمان أنا عايزاكي تشتري كام قميص حلو كده عشان انتي لسه في البداية. خلي بالك، دي كده بداية، لكن الشغل التقيل مع واحد كبير قوي لو انتي عجبتيه هيخليكي مدلعة. ورحت جبت أكل لأولادي، وجبت حاجات حلوة، كانوا طايرين من الفرح، كانوا قربوا يناموا. جبت لهم أكل وصحتهم وخليتهم ياكلوا، كانوا مبسوطين. وأنا دخلت على السرير، جسمي كان كله مكسر، كنت مهدودة. وقمت الصبح حتى متأخرة، ما قدرتش أروح المدرسة. لقيت صاحبتي بترن عليا وبتقولي إيه، انتي لسه نايمة؟ قلت لها بصراحة جسمي كله مكسر، مش قادرة أروح المدرسة النهاردة. قالت لي خلاص ولا يهمك. قلت لها طب خلاص. ورحت البيت وقعدت أروق وأعمل الأكل لأولادي وأنا فرحانة. نزلت المحلات وقعدت أشتري كام قميص كده زي ما قالت، وكام حاجة لانجري، وحاجات حلوة وحاجات كلها غالية. ورحت البيت واتصلت عليا وقالت لي إنها جايالي عشان تفهمني شوية حاجات كده. وفعلا جيت آخر النهار زي ما متعودين وقعدت معاها في الأوضة وقالت لي الشغل ده هينفعك، هيخليكي تسكني في حتة راقية، بس انتي اسمعي كلامي وخلي بالك، انتي اتبسطتي امبارح، أنا هعرفك على واحد يبسطك أكتر وأكتر. قلت لها أكبر من كده؟ قالت لي أكبر أيوة، وهيبسطك ويخليكي مبسوطة جدا، لكن انت كده يعني. وراحت مسكاني كده من منطقتها. قلت لها الله، ايه اللي انت بتعمليه؟ قالت لي لا، انت تتعودي، انا هجيبلك ستات، يعني اي حد اجيبولك تتمتعي وتمتعيه وخليها يبقى مشتاق لك. بصراحة قد ايه انا كنت مبسوطة من مسكتها، كنت مبسوطة جدا. فهمتني حاجات وعرفتني ان انا هقابل الراجل الكبير بكرة. قالت لي بس الراجل الكبير ده لازم يعني تشوفي كراسينجي 10، يعني بكرة هوديك الكوافير وهعملك شوية حاجات كده في جسمك، حاجات من اللي انتي عارفاها. على فكرة الراجل ده اللي في ايده يعيشك ملكة، وهو اللي هيجيب لك كل الشغل بعيد عن الشغل اللي أنا بجيبه، اللي هو الحاجات التخاطيف. لكن ده اللي هيخليكي ممكن توصلي في الشهر اللي فات كتير، يمكن ما تعرفيش تعديها. اتبسطت جدا، وفعلا جبت طقم كده مفتح من حتة معينة كده زي ما انتم فاهمين اللي بتعري الرجالة. وفعلا رحت الكوافير وعملت شعري وضبطت حواجبي وعملت حاجات كتير قوي. دفعت هي حتى الفلوس. قالت لي خلي بالك الحاجات دي هدية مني ليكي عشان بس أنا عارفة ظروفك، انت صاحبتي وأنا بحبك. قلت لها مفيش مشكلة، كل ده إن شاء الله هردلك. قالت لي لا، أنا مش عايزة منك حاجة، أنا بعملولك كأنك أختي بالظبط، أنا بعتبرك